السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ احلى متابعين في الدنيا، ان شاء الله تكونوا في احسن صحة واحسن حال. النهاردة ان شاء الله مع فيديو جديد وحاجة جديدة كده، هي يعني من بعيد خالص عن الطبخ والحاجات المنزلية. قلنا نروق على نفسنا كده بشوية ورد بلدي. فانا حبيت يعني اشارك معاكم الفكرة. ازاي بقى نحافظ على الورد البلدي ده الجميل ده مثلا لاسبوع او اكتر. احتيالي كده مش عارفة، يعني عايزة اللي فاهم في الحاجات دي يقول لي ان هو مش بيقعد اكتر من اسبوع. بس ممكن اسبوع حلو قوي نحافظ عليه. فانا هوريكم انا عملته ازاي او حافظت على لونه كده. هو كده بقى له يومين، بس انا حبيت اشارك معاكم الفكرة. يمكن حد بقى يعوز يعني يحط ورد بلدي كده، بتبقى ريحته طالعة بصراحة حلوة قوي في البيت. فحبيت اشارك معاكم الفيديو. احنا معانا طبعا عندك برطمان فاضي زي كده، ومعاكي 3 معالق سكر. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي 1 2 3. نحط بقى واحدة كمان. خلاص كده هنحط بقى المية. كده عملنا مية بسكر اهي، علشان نغذي بيها الورد بتاعنا ويقعد اطول فترة. انا اديته تقليبة كده سريعة. هنجيب بقى الورد بتاعنا اهو. احنا عملناه قبل كده، بس ده هنعمله مع بعض دلوقتي. هنقص كده الحاجات الزيادة دي، وبعدين نحط بقى الوردة كده. هنحط كده الورد اهو. بصراحة الريحة طالعة جميلة جدا، وده ياسمين ريحته جميلة قوي. هنحط برضو كده اكنها فازة كده، بس ايه ممكن يكون عندك برطمان قديم بلاستيك انت مش عايزاه اهو. حبيت بس اشارك معاكم الفكرة، ولو حد عنده يعني معلومة ان اقدر احافظ عليه اكتر من كده يقول لي برضو، او يفهمني هو ازاي احافظ عليه يعني لاكتر وقت ممكن. انا باخد كده الحاجات الزياده اللي في الورده من تحت كده اهي، واحطها في البرطمان اللي انا مجهزاه. عشان تشرب من الميه بسكر اللي احنا عملناها لها. طبعا اشكال الورد جميله جدا. اتمنى تجربوا الفكره دي، ان شاء الله تعجبكم. حاجه كده يعني ترفيه بعيد عن الطبخ بقى والحاجات دي كلها طول اليوم والمطبخ والحاجات دي، حاجه كده تضطر علينا شويه. طبعا الورد ما فيش حد بيختلف عليه، حاجه كده بتخلي المكان جميل وبتدي شكل حلو قوي للمكان. ده ياسمين زي ما قلت لكم، او زهرة الياسمين اهي، ريحتها حلوه قوي. برضو هنقص بقى الحاجات الزياده دي اهي، وهنحطها في البرطمان كده. شايفين شكل البرطمان اصلا عامل كده فازة اهي. وبس كده بيكون ده الفيديو بتاعنا النهاردة. اتمنى طبعا لو اي حد عنده فكرة تانية اقدر احافظ على الورد اكتر من كده. طبعا ريحته جميلة جدا، حتى الورق بتاعه ده اللي انا سايباه يعني مش هحطه برضو في الفازة. ريحته حلوة قوي اهو. بيكون معانا بالشكل ده. اتمنى ان شاء الله ان الفكره تكون عجبتكم والفيديو يكون عجبكم. انا حطيت بس مع 3 معالق سكر في شويه ميه وده كان الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى طبعا من كل مش مشترك عندي في القناه يا ريت يشترك ويفعل الجرس. واللي عنده اي فكره طبعا يقول لي، واللي شايف ان الطريقه دي صح برضو يقول لي في التعليقات. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات تانية، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.